السلام عليكم. كوكيز صحي بدون زبدة ولا زيت ولا سكر مصنع، ولا بيض، كيجي لذيذ بزاف هكا. اللي كيديروا الريجيم والوليدات الصغار هكا صحي 100%. بمواد اللي اقتصادية. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. غنحتاجو فيه جوج ديال البيضات، معلقه كبيره د حبوب الشكلاط، عندي جوج كيسان ديال الشوفان، كاس خليته صحيح وكاس هرمشتو هكا واحد شويه. غنحتاجو جوج معالق كبار ديال الكركاع، معلقه صغيره مع مرج د القرفه. غنحتاجو هنا غادي نحليه بالدبس ديال التمر. اللي ما عندوش دبس التمر يقد هنا يزيد 5 تمرات يمعسوم، يكونوا طايبين يمعسوم مع البنان، هما اللي غادي يحلي بهم او اللي يدير العسل. وغادي نحتاجو كذلك الزبدة، الفول السوداني. غنمعسو هاد البنان مزيان تنحصلو عليه بحال هكا بحال الكريمه. غنخليوه على جنب وغادي ندوزو باش نجمعو المواد كلها، نجمعوها هنا الخليط. غنديرو الكاس ديال الشوفان اللي مهرمش، نضيفو الكاس اللي كيكون هكا حبوب، غنضيفو عليه الشكلاط، نضيفو الكركاع حتى هو هنا القرفه، راني ضفت القرفه. غنضيفو الكركاع اللي هكا مهرمشتو، تقدروا ديروا اي نوع من المكسرات عندكم. نضيفو المعلقه ديال حبوب الشكلاط اللي كيكونوا 73%، من 55% هكاك الفوق. غنضيفو دبس التمر كما قلت لكم، تقدروا تعوضوه بالتمر او لا ديروا العسل اللي يكون حر. غادي نضيفو البنان اللي كنا معسناه، وشويه د الفاني ما ذكرت لكمش في المقادير. غادي نخلطو هنا، كنضيف البنان اللي اولا الموز اللي معسناه بحال هكا. غادي نخلطو هاد الخليط مزيان مزيان حتى غادي تنسجم هاد المقادير كلها. هنا ضفت زبدة الفول السوداني، انا جوج معالق كبار. انا هنايا كنت مصاوبها راسي، كنجيب الكاوكاو وكندهنو من بعد ما نقيه ندهنوه بشويه ديال الزيت، وكنديرو في الفران غير معلقه صغيره د الزيت، نديرو في الفران حتى كيتحمر. من بعد كنطحنوه مزيان حتى كنحصل عليه بحال هكا بحال العقده. او الا كان عندكم بينات باتر او لا زبده الفول السوداني اللي معلبه تقدروا تستعملوها. هنا انا كنتفادى اي حاجه مصنعه، كنحاول ندير كل شيء في الدار. صافي غادي نخلط هاد الشيء مزيان مزيان حتى غادي نحصلوا على عجينه اللي غادي تكون متماسكه، ومجموعه تخلط العناصر تندمج مع بعضياتها كما شفتوا. هانتوما كما شفتوا. بالنسبه الى كان البنان الحجم ديالو كبير، كتقدروا تزيدوا واحد جوج معالق ديال الشوفان. هنا انا كان جاني نيشان. الا كان بالنسبه داك الشوفان كنزيدوه على حساب الحجم ديال الموز اللي عندنا. صافي هنا خديت انا هاد الاله ديال الايس كريم، تقدروا ديروا غير المعلقه. كنبدا كنعبر هكا باش يجيو لي الحجم ديالهم مقاد. غادي نستفهم هكا في لاطا د الفران اللي درت فيها ورق الزبده. بالنسبه للفران انا شاعله على 200 درجه، شاعله عليه الفوق والتحت. هنا كما كشفتوا كنبزطهم واحد شويه. كما قلت لكم ديجا الفران راه كيسخن. غادي ندير الطاوه ديالي من بعد ما غادي نعمرها، غادي نديرها في الفران اللي كما قلت لكم ديجا مشعله على 200 درجه. نشعل عليه الفوق والتحت، نخليها من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه والكوكيز ديالنا كيكون واجد. تقدروا تزينوه بحبيبات ديال الشوكولات. هنايا من بعد ما وجد الكوكيز ديالنا اللي كما كتشوفوا كيجي لذيذ بزاف كيشهي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي اللايكات ديالكم وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. وتا الفيديوهات الجايه ان شاء الله استناو مني بزاف د الوصفات اللي صحيه واللي كتنفع للريجيم.